السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات المطبخ الاقتصادي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مع هاد الحراره وهاد الصهد جبت لكم هاد العصير اللي تبردوا به، عصير طبيعي صحي ومنعش، والاهم اقتصادي بمكونات متواجده في كل بيت بدون مواد حافظه. خليكم معايا باش نتعرفوا على طريقه التحضير. غنبداو بسم الله. عندي خياره، 2 حبات ديال الحامض وكاس ديال السكر. بالنسبه لهاد الحامض كناخذ هاد الحكاكه اللي كيكونوا العيون ديالها صغيورين، وكنحك غير ديك القشره اللي كتكون ديال الحامض من الفوق، ما توصلوش للقشره البيضاء باش العصير ما يجيكم شمر. من بعد ما حكيت دوك 2 حامضات كنزيد عليهم داك الكاس ديال السكر. كنحرك مزيان كنبقى نضغط على هذا السكر هذا حتى تيفزق ليا وكيتبدل اللون ديالو باش كنخرج ديك النكهه ديال الحامض. من بعد غادي ناخذ هاد 2 حبات ديال الحامض كنقشرهم، وكنحاول انني نحيد لهم حتى ديك القشره البيضاء كيف موضح امامكم. كنقطعهم على شكل دوائر اللي يكونوا رقاقين باش دوك العظيمات ديال الحامض كيبانوا. ضروري ما خصكم تخليو حتى عظيم ديال الحامض، لان الا مشى داز لكم شي عظم د الحامض كونوا على يقين بان العصير غادي يجيكم مر. كنبقى هكا كنقيه كامل من دوك العظيمات، ومن بعد كنزيدو على داك الخليط ديال السكر وكنولي نحرك مزيان وانا كنضغط. هاد العمليه هادي باش كنخرج ديك النكهه ديال الحامض وكتعطي المذاق ديالها. صافي كنخليه على جنب. هانتوما شوفوا كيف فزق داك السكر، راه فزق تماما وبدا كيذوب. كنخليه على جنب وكناخذ هاد الحبه ديال الخيار. الخيار كيف كنعرفوا راه عنده بزاف د الفوائد، واهم فائده عنده انه كيصفي لنا البشره ديالنا، فما بالكم الا درناه عصير غادي يكون احسن. وانا كنقشر الخيار، شوفوا كيف كنخلي فيه شي شويه ديال ديك الخضوره باش كيجيني العصير خضر. هذا هو السر باش كيجي عطي داك اللوين. صافي غادي نزيدها على هذا الخليط هذا وغادي نولي نحرك كل شيء مزيان. شوفوا السكر راه داب تماما، ودابا غادي نضيف واحد المكون اللي غيزيد يلدد لي ويبنني هذا العصير، علبه من الياغورت بنكهه البيستاج. هذا هو السر الثاني اللي كيخلي لنا داك العصير كيجي يعطينا داك اللوين ديال الخضوره. كنضيف هاد العلبه ديال الياغورت بنكهه البيستاج، لان كيتواتى البيستاج مع الحامض ومع الخيار. من بعد كنخوي كل شيء في هذا الكاس ديال مولينيكس وغادي نديه باش غادي نطحنو. وبالنسبه للكميه ديال الماء انا ضفت يطرو و2 كيسان د الماء. عطاو جا القوام ديالو خاتر. هانتوما انا غادي نصفيه، ضروري ما كنصفيوه باش كنحيدو دوك الشوائب وكيبقى لنا العصير مصفي وكيجي زوين. شوفوا اللون تبارك الله كيف باين، راه بدون اضافه اي ملون. كنحصلوا على هاد النتيجه هادي. صافي من بعد ما صفيته كيكون هذا هو القوام د العصير. شوفوا كيف كيجي القوام ديالو، كيجي خاتر ما كيجيش خفيف بزاف، لانني ضفت غير يطرو و2 كيسان ديال الماء فقط. يطرو زائد 2 كيسان ديال الماء، كنأكدها. كتحصلوا على هذا القوام هذا، وكيكون هذا هو العصير اللي حضرت معكم. عصير صيفي بامتياز لان ديالو قيته ديال الخيار ومتواجد بكثره، طبيعي صحي ومنعش. كيف كنعرفوا الفوائد ديال الخيار لا تعد ولا تحصى. فكنتمنى تجربوا هذا العصير هذا بهذه الطريقه، وانا اكيده غادي يعجبكم بزاف بزاف، لان كيجي فيه واحد المذاق ما تعرفوه واش ديال الحامض واش ديال البيستاج واش ديال المذاق ديال الخيار، ما كيجيش تماما باين بزاف. حتى لهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى قبل ما تغادروني تخليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم، وكنتمنى تجربوا هذا العصير وخصوصا ديال الوقيته ديالو، وانا اكيد الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم في هذا الصيف. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.